رجعنا لكم مرة تانية على الهوا، عشان الفقرة اللي فاتت كانت فقرة معادة، كنت لابس لبس غير اللبس ودقن غير الدقن واحد تاني خالص ونضارة غير النضارة وكله مختلف. ومرة تانية كده خلينا نرحب بالناشرة وخبيرة الأبراج هالة عمر اللي مشرفانا ومنورانا. هلو، ازيك يا لولو؟ ازيك حبيبي؟ كلتي فسيخ؟ ده احلى دقنك كده كتير. طب والله؟ ايوه رباكي جان، انا كنت حاسه ان انت جوه الدقن يعني. مش بره. جوالك ايه؟ كلت فسيخ، كلت رنجه. ايوه، وبصل طبعا. أيوة. بصل اخضر. بصل اخضر قوي. لازم بصل اخضر، كان حلو. وكان حراق وبيطلع منها خشيش. ايوه. طيب. ومفيد جدا. الناس لو تعرف قيمه بصي، اي حاجه الفراعنه كانوا بياكلوها هي مفيده. الناس دولت ما بيهزروش. انا ابتديت اخد توميه على الريق كل يوم. والله؟ انا نفسي اعمل القصه دي. ما بقول لك ان في حاجه، وانا عندي اساسا القولون ولا بحس بس ما بتعمليكيش حموضه؟ ولا لا، باخدها كامله. انا عارف. اما بتبلعيها تومه صغيره زي لما تبقى كبيره بقى مدبلكها كده بقسمها 2 وبميه تك زي الحبايه وخلاص. بس مفيش اي خالص الحمد لله، مع ان انا معدتي حساسه جدا. ولا بتطلع ريحه خالص. اوكي خالص. هجرب اعملها بكره. بس عارفه لو طلعت ريحه على الضيوف؟ لا تطلع ريحه من البق ولا ايه؟ مش لا خالص. خد بالك طلع ريحه منين؟ عملت السوات يعني العرق. لا ريحه دي انت لما بتندخها تعمل ريحه في السنان. انا مش همضخها اكيد. لا انت بتبلعها زي الحبايه. وطبعا العرق لو كده المفروض الناس تستحمى بقى يعني. طب نستحمى يا اختي، مفيش فايده. لا استعمل جدرة. بالذات مع اكل البسطرمه في الصيف. لا انا ما باكلش بسطرمه دي ابدا. والله انا بموت فيها. يعني مره في السنه لما نفسي تهفني على بيض بالبسطرمه، بس لا بسطرمه ولا لانشون والكلام ده كله. ما هو نو مش ماشي على الحاجات الصحيه. هلا صح. انا شغاله. انا حفيدي دودو مسميني المخرج بيقول لي المخرج بقى بيزعق وبيقول لي ما نبتدي بقى وكده، عشان كل سنه وانت رايق. انا قاعد النهارده واستاذه هاله قاعده وقاعدين مبسوطين وبنتكلم براحتنا. هاله ايه الاخبار تاني؟ فاين زي الفل، كل حاجه زي الفل الحمد لله. تعالي بقى احنا ان شاء الله الامور تبقى حلوه. احنا هنتكلم على برج الثور، بيبتدي من 21/4 ل 21/5، وده كوكبه الزهره، هو ترابي. وكوكب الكوكب بتاعه اللي احنا المفروض نقول الكواكب بتاعتهم رأي عمل لي ديستراكشن. شفتي؟ يعني خوفنا كده. ايوه يا مخرج، ايوه يا مخرج. كوكب الحاكم بتاعه الزهره، وكوكب المهنه اورانوس، وكوكب الحب بلوتو، وكوكب المال عطارد، وكوكب الصحه والعمل الزهره تاني، كوكب البيت والحياه الاسريه الشمس، وكوكب الروحانيات المريخ، وكوكب السفر والتعلم والدين والفلسفه زحل. والالوان بتاعته الوان الارض، الاخضر والاصفر والبرتقاني. الوان بتدعم الحب والرومانسيه والتناغم الاجتماعي، يعني لما يلبسها يبقى عنده الطاقه دي. الاحمر والبنفسجي اللي هو الفايولات يعني. الوان تدعم قدرات الامتلاك، لما يبقى رايح شغل بقى هيكسب فيه يلبس اصفر او برتقاني. لا دي واحد. لما يبقى رايح شغل يلبس ايه؟ اما يبقى الوان بتدعم قدرات الامتلاك. ده اول مره نقولها في الحلقه دي. لا بقولها في كل برج. والله والله يعني لا بيان سور. لازم اقولها في كل مره. الوان بتدعم قدرات الامتلاك، الاصفر والبرتقاني. الاحجار الزمرد والمرجان، المعدن النحاس، الروائح الداعمه نفسيا اللي تعمل فريشمان كده، الفانيليا واللوز المر، ريحه اللوز والورد والبنفسج. وبس يا سيدي. ايه سر العند في برج الثور؟ فظاع. خلقه هنقول ايه ربنا. كل برج له صفه محدده. ما هو كل برج ليه صفه منيله بنيله. لا يعني ليه عيب او صفه مميزه بيه، يعني يتحدد بيه. ومع النضوج مش بيقل بيقلم. يعني مثلا الحمل الاندفاع، الثور العند، الجوزاء عدم التركيز والطناش وكده، السرطان المزاجيه العنيفه، الاسد الغرور والانا. اوكي. العذراء النقد اللاذع.
دايما عينه على الحاجه النيجاتيف، مع ان ممكن يبقى كل حاجه حلوه الا دي، كبر دماغك بقى. لا، مع الوقت الواحد يعني بيراجع نفسه طبعا، اللي ربنا كاتب له ينور بصيرته كده ويراقب حاله، هيكتشف انه بيخسر ناس وبيخسر مواقف والموضوع مش قوي كده. فمع الوقت بس انا بنقد، ما انا برج الازرق بنقد بس ما بزعلش حد. ده مؤخرا اكيد وانت صغير كان نقدك عنيف. عمري ما ازعل حد. طب خلاص يبقى ربنا راضي عنك، يعني دي صفات اصلها خلقه، والبيئه بتفرق برضه يا شريف. البيئه والتربيه بتفرق. يعني ممكن انقد بطريقه دبلوماسيه فما ازعلش، عشان كان في بيت مربي عيب كده، ما يصحش، ما تجرحش حد. الاخلاق بتقلم العيب، حتى لما بيبقى موجود ما بيبقاش وحش. امي وابويا هيفرحوا بالكلمتين دول. لا الحقيقه التربيه مهمه قوي، التربيه مهمه قوي. مهما قلنا من صفات حلوه، الحلاوه ما بتبقاش حلوه حتى بالعشوائيه. صحيح. يعني لازم في تربيه. الثور ايه تاني؟ اكثر الصفات المطلوبه للاتزان بالنسبه لبرج الثور، عشان يبقى شخصيته متكامله ومتزن، لازم حاجه اسمها المرونه، وهي عكس العند. اوكي. اكثر الامور احتياجا، هو يعني يبقى ساتيسفايد قوي ومبسوط قوي بنفسه لما يلاقي نفسه غني ومرتاح. هو كسول، يعني من الصفات اللي لازم كمان بيحب الكسل، يعني بيحب يرحرح كده، يرحرح انت ازاي، والدنيا تبقى فخيمه كده وفلوس تبقى كتيره. فالحاجات دي الحياه الماليه اللي هو بيحبها، الرخاء والرفاهيه مهمين بالنسبه له، يبقى مبسوط قوي. والضغط ده يعني اكتر حاجه فعلا هو وراها ان هو يبقى عنده حياه مريحه وفيها ثراء ورفاهيه، وافترت وراها. فلما بتقل بيتكركب ونفسيته تبوظ. الصفات اللي لازم يجتنبها طبعا العند وصلابه الراس، الرغبه في الامتلاك والماديه. ساعات بيتحول الموضوع بقى يبقى مرضي بقى، يعني يبقى عايز يمتلك كل حاجه، اشمعنى انا ما عنديش ده، يبقى عنده صراع الاجتماعي ده. سوري. بيتوافق مع العذراء والجدي اللي هم تربيين زيه. ما بيتوافقش مع الاسد والعقرب والدلو. عدم التوافق يعني صعب المعاشره، لان ده دور رتمه مختلف تماما عن رتمه. ده ترابي وده ناريين. ولا والعقرب مائي بس، والدلو هوائي. بس الفكره ان الريتم بتاع الثور بطيء، هو عقبال ما ياخد قرار يبقى بطيء، ولما ينفعل يبقى سريع. فالاثنين بيزعجوا. لا، واحد زي الاسد يزهق جدا، وواحد زي العقرب يتضايق قوي من الانفعال العنيف، والدلو كذلك. يعني ما اوصف من غير ما يفكر لازم يجتنب الحته دي، يبقى منفعل فيتصرف تصرف عصبي فيخرب الدنيا، يشد حاجه، يكسر حاجه، يزعق في حد فيبوظ الدنيا خالص. فهو لازم يخلي باله من الحاجات الصغيره دي. اللي بيدعمه في المهنه الدلو لما يجي يشتغل، اللي بيدعمه عاطفيا الاسد. يعني لو برج الثور ابوه او امه اسد او مراته اسد، هيختلف معاها في ايقاع الحياه، بس هيحس بالدفع العاطفي، الدعم العاطفي منها. الدعم المالي الجوزاء، الدعم للمشاريع الابداعيه اللي يخرج منه الابداع العذراء. او كمان بيدعم حالته المرحه، يبقى في حاله مرح العذراء. الامور الروحانيه الحمل والجدي. احلى يوم بالنسبه له يوم الجمعه. والله ليه؟ عشان بيرحرح فيه؟ احتمال. انتوا مرحرحين قوي. اكتر يوم عاجبكم يوم الاجازه، يوم الجمعه عشان قاعدين في البيت. انتوا حاجه صعبه قوي يا بتوع برج الثور. انتوا ايه؟ هم بيحبوا الاكل قوي كمان، بيحبوا الاكل الدسم والاكل، عشان كده لازم نقول لهم يخلوا بالهم قوي من الزياده في الكوليسترول والضغط العالي والقصه دي. بيحبوا الحياه الطبيعيه قوي برضو، وبيحبوا يزرعوا. يعني لو يمكن هم مش مكتشفين نفسهم، بس الطبيعه بتريحهم والهدوء بيريحهم. ورغم ان هم ممكن يبقوا عشريين وعندهم صحاب كتير ودمهم خفيف وبيلموا الناس حواليهم بس، ويتبسطوا قوي بالحياه دي، بس بعد شويه هيكتشفوا، هم الشباب لسه ما اكتشفوش، كل ما يكبروا يكتشفوا ان صحتهم وذهنهم بيبقى اكثر
اكثر احسن واكثر نقاء مع الطبيعه، مع الزرع. لو زرع هيزرع حلو، لو ابدع هيبدا حاجه اكتشفها في نفسه كابداع، كتابه، فن، موسيقى. الموسيقى بتلعب في دماغه جامد قوي بجد، لان هو كوكبه الحاكم الزهره، والزهره ده كوكب الحب يعني فينوس رومانسي بقى رومانسي. هو بقى مش رومانسي يعني نقله بقى للعواطف. اوكي. هو ما يعرفش، هو حساس بس مش رومانسي. بس في فرق بين الحساسيه والرومانسيه. للاسف هو حساس جدا، وممكن يبدو رخم او يبدو غتت او يبدو ثقيل، لكن هو من جوه حساس قوي، بيخلي باله من يعني بيتوجع. وبعدين ما بيبانش ده عليه خالص. الناس فاكراه بقى برج الثور وعنيف وعادي وبول يعني في طريقه كلامه، لكنه حساس جدا، ولازم يتعلم اللي يرضاه على نفسه يرضاه على غيره، لان هو سنسيتيف، فباقي ناس سنسيتيف برضه. ولازم اللي معاشره اللي هتتجوز او اللي متجوزه برج الثور مش هتنتظر، ما تنتظرش منه حركات رومانسيه. يعني ما اعرفش هو يقول الكلام الحلو، مش بتاع مناظر، لا خالص، ولا يجيب ورد بقى ولا الحركات دي، لا خالص. هو عملي، امرأة الثور برضه عمليه. مين شخصيته اصعب، الست ولا الراجل في برج الثور؟ الراجل والله. الست عندها ست عمليه قوي، عندها فيما يخص اختصاصاتها. طبعا لو جرت على حق ليها هتعند يعني، لكن في النهايه اهم حاجه بالنسبه لها ان عيالها وعائلتها عيالها وبيتها الدنيا تبقى متظبطه. فما عندهاش بتحب تظبط بيتها كويس قوي، لان هو بيحب الجمال برضه. الزهره فينوس مؤثره، فالبيت يبقى حلو، الاكل يبقى حلو، العيال تبقى متظبطه، الشغل برضه تقدر تنجح فيه. بس لازم اختيارهم هما الاثنين للشغل يبقى حاجه بيحبوها، عشان ما يبقوش مضلمين طول الوقت. اوكي. لازم يحترموا مزاجهم، فيقعدوا مع نفسهم ويتخيلوا نفسهم عايزين ايه. لان لو اشتغلوا لمجرد الشغل عشان يجيب فلوس، دي هتعمل لهم ضغط نفسي، تعمل بقى ضغط وكوليسترول مع اللونج ران، يعني مع الايام. طبعا هما بيفضلوا يشتغلوا مع ناس بتعمل استراتيجيات. هو بينفذ كويس قوي، وبيفكر كويس قوي، وبيخطط لقدام كويس قوي، بيدير اموال كويس قوي، بس محتاج حد يبقى في ظله. اوكي. يعني اول لون لوحده بيحب يعني سنه كده، مش دايما، يمكن في اوائل العمر بعد النضوج اوكي. الايم النجاح عشان الفلوس، رغم ان احنا قلنا في اول السنه ان برج الثور هيختلف عشان مكان نبتون في بيته ال 12، فهيخليه يفكر شويه، لا انا لازم اشتغل الشغل اللي يبقى مفيد للناس، مش مهم يجيب فلوس قد ايه، بس اللي احس بيه بقيمتي واحس بيه بمكانتي، واللي احس ان انا بأضيف للبشريه شيء ما. هو احنا قلنا الفتره اللي فاتت كويسه بالنسبه له، من السنه اللي قبل اللي فاتت كان جاي له فلوس والدنيا حصل فيها انفراجه قويه. كان في خسوف يوم 4 في الشهر ده، عمل عنده اصحاب برج الثور بالذات بعض المشاكل بسبب الخسوف ده، عمل احداث دراميه في اطار الشغل. فمعنى كده ان هو ممكن يغير شغله، او ممكن يغير موظفينه لو كان اونر يعني او مانجر، وممكن يغير كاريره. فالفتره دي عنده شويه اختلافات في مجال الشغل. مكان الزهره كويس، فعنده شويه والشمس هتدخل بيته خلاص، فهيبقى عنده شويه كاريزما وحركات كده، فخلي باله. هيتأثروا ب 11 اغسطس ولا ب 14 اغسطس؟ هيتأثروا. هو ايه اللي هيحصل فيه؟ كوكب معلش سوري انا عندي برد، كلنا عندنا برد معلش. تغيير الجو كان صعب قوي قوي. الكوكب اللي هيحصل في 11 اغسطس ان كوكب المشتري اللي هو جوبيتر هيدخل العذراء عند سعادتك. اهلا بيكم يا جماعه، ده احنا هنعمل فيكم عمايل. فالتغيير كوكب المشتري ده كوكب كبير قوي، وهيغير الزوايا مع بقيه الكواكب بسببنا، بسبب الكوكب ده. ما انت لو جيت شلت الترابيزه دي حطيتها عند الناحيه الثانيه، الزوايا بالنسبه لنا كلنا هتختلف. ففرق الزوايا دي هيغير اشياء حلوه ايجابيه. انت كله ايجابي عندك في 11 ان شاء الله ان شاء الله. ده العيد ده بعد العيد بشويه، بعد العيد بشهر هيبقى ظريف يعني. احنا لغايه دلوقتي اللي قلناه كله ماشي لغايه دلوقتي اهو الحمد لله. شويه طبعا الحاجات الارهابيه والحركات دي للاسف موجوده، لكن بشكل عام كل الناس افضل.
فيما يخص الناس اللي بتستشهد والله يرحمهم يا رب ويرحم الجميع دنيا واخره، لكن ما تنسوش ان ده مش معناه ان حد بيهرب من قدر. كل واحد مكتوب له هيموت امتى ايا كان شكل الموت، فبالتالي خلاص ده امر واقع في حياتنا لازم نقبله. لكن في النهايه الابراج كلها الحمد لله في تقدم احسن، والتغيرات اللي بتحصل بسبب الكواكب السياره السريعه زي عطارد زي القمر والخسوف والكسوف، الحاجات دي اللي بتعمل احداث. فالحدث ده هيخلي اصحاب برج الثور يغيروا مهنتهم. فينوس موجود برضو كان لغايه دلوقتي في بيته، عنده كوكبه عنده، فده مديله باور حلو، مديله كاريزما وجاذبيه. السنجلز اللي هم مش متجوزين هيتشقوا كده وهيفكروا، بس مش غالبا مش هيحصل. هيفلطنوا يعني؟ هيفلتروا هيفلطنوا ايه؟ هيفلطنوا هيفلتنوا فالنتاين هو فالنتاين لا لسه بدري، بس هيفلطنوا يعني هيفلتنوا مش هيبقوا سناجل. لا بس مش هيحصل حاجه قويه، لان كوكب زحل مخليه عنده شيء من برود العواطف. مكان زحل مخليه شويه شكله بارد كده، مش متأجج المشاعر، عمل حاله كده سبريسنج على الضغط كده، مخليه عاقل شويه. مهما كان قابل شاف بيدور، بس موست بروبلي غالبا مش هيحصل جواز. الستات اصحاب برج الثور الخصوبه عاليه جدا. هيخلفوا اللي عايزين يخلفوا ان شاء الله ربنا يكرمهم. الخصوبه عاليه قوي، مكان القمر حلو بالنسبه لده. في ايه تاني؟ المريخ مكانه حلو جدا برضو في البيت الاول. كل ده احنا بنتكلم على الشهر ده والشهر الجاي. عطارد كوكب المال عنده هيتراجع من يوم 14 اللي فات ده لحد الشهر اللي جاي، واحنا اتعلمنا لما عطارد يتراجع ما ناخدش قرارات سريعه، ما نعملش، ما نبتديش مشروع، ما نبتديش اكشن، استنى لما يتعدل والدنيا تظبط. كل الشهر يبدو الصحه كويسه برضو، بس لازم نراقب خصوصا اللي عندهم كوليسترول وضغط واكل وليله دي، لان الهيصه واللمه والسعاده بتاكل، يعني ما بنبقى مع بعض بناكل اكتر، فلازم يراقب ده اكتر. الدنيا ظريفه قوي في الشهر الجاي بالنسبه لهم، نقله نفسيه، ولازم يركزوا في الشغل والبيت والاسره ويحصل اتزان نفسي، لان المهنه بالنسبه لهم مهمه جدا. فالحتتين دول لازم نهتم بيهم. يعني لو حد زعلان من حد نصالح حد، لو حد بيفكر في الشغل لازم تفكر في الشيء او تفكري في الشيء اللي يبهجك عشان تشتغليه صح. بس احنا كده قلنا كل حاجه عن برج الثور بالتفاصيل الممله جدا. يعني بيت المال قوي جدا من يوم 21 جاي لهم فلوس يبقوا يسلفونا بقى وشنا حلو عليك اهو. اوكي، يعني حتى بالرغم من كوكب عطارد بيتراجع، لكن الكوكب ده كوكب المال ماشي صحيح بيتراجع، لكن بيت المال حاجه تانية اللي هو البيت التاني ده كواكب فيه كويس. طيب فسو فار الدنيا ظريفه بالنسبه له جدا جدا. ده احنا الاسبوع اللي بعد اللي جاي هنكمل الصيني بقى. ان شاء الله. هو بس مسافره ولا ايه؟ انا مسافره من يوم 6، مش عارفه ده هيطلع يوم ايه. راجعه امتى؟ اسبوع بس. لا مش يعني المره الجايه صيني. احنا بنعمل يوم يوم بالظبط كده. هنتكلم على برج ايه في الشينوا؟ هنبتدي نقول كل اتفقنا احنا المره اللي فاتت قلنا على عنزه المعزه. هنبتدي ناخد كل برج بسنواته ونقول الصفات بتاعته. ايوه حلوه دي بقى. عشان ننظم الناس ما نتوههم. لانهم هيتوه شويه. هيتوه. هلا عمر. ثانك يو شريف. اتشرفتي ونورتي. ربنا يخليك. نعمه شرفتي بقى. بشكرك على وجودك معانا النهارده. وانا بشكر هلا عمر. عايز اشكر اهالي اسكندريه، لان انا 48 الساعه اللي فاتت كنت في اسكندريه، وكنت هناك بغطي حاجه خاصه بفيري، اقوى وسائل لازاله الدهون الصعبه في مصر. الحقيقه بصراحه انا جربت فيري. ربنا يخليك. تسلمي تسلمي. وانا وشيف يسري مدام رجاء الجداوي امبارح عملنا ايفنت كده في سان ستيفانو مول، معانا فيري طبعا، والاستقبال الحافل اللي اهل اسكندريه استقبلونا بيه لا يوصف. فانا بشكركم جدا جدا يا اهل اسكندريه يا اصلا، اشكركم. هم جمال. حقيقه. وبمناسبه بقى فيري واحنا بنتكلم كده، احنا بكره عندنا مسابقه
نبتدي بقى مسابقات فيري مره تانية. بس المسابقه بكره عندنا هتكون مختلفه، لان المسابقه بكره هيكون معانا هيسابقوا بعض 3 من اللي فازوا قبل كده بمسابقه فيري. هيكون معانا استاذه دينا ترابيك واستاذه هدير حسين واستاذه فوقيه الاعصر، واعتقد استاذه فوقيه الاعصر جايه من اسكندريه. فالثلاثه بكره هيسابقوا بعض. انا مش هكون الحكم، هيكون معانا بكره يشرفنا وينورنا شيف يسري اشيك شيف في مصر، هو اللي هيكون الحكم. الحد بقى اللي بعديه هنبتدي الدوره الجديده لمسابقه فيري اقوى وسائل ازاله الدهون الصعبه في مصر. والاشتراك في المسابقه دي هتخشوا على صفحه فيري على الفيسبوك تشتركوا لو سمحتوا. خلينا بقى بكره هيكون معانا مسابقه فيري في الجزء الاول من الحلقه، والجزء الثاني هيكون معانا زي كل يوم حد فقره بشرتي برعايه اذان، وهتنورنا فيها استاذ دكتوره منى سبع، عضو بقى الجمعيه الامريكيه للامراض الجلديه والتجميل. دي فقراتنا بكره. ما تبقاش حلقتنا النهارده من البدايه، عندنا اعاده 3 فجرا بتوقيت القاهره. ويا رب من النهارده لبكره مصر بلدنا تبقى في احسن حال، ونشوف مصر ام الدنيا وقد الدنيا. شكرا ليكم، السلام عليكم. التانية الزوايا بالنسبة لنا كلنا هتختلف. ففرق الزوايا دي هيغير أشياء حلوة إيجابية. أنت كله إيجابي عندك في 11 إن شاء الله إن شاء الله. ده العيد ده بعد العيد بشوية، بعد العيد بشهر هيبقى ظريف يعني. إحنا لغاية دلوقتي اللي قلناه كله ماشي لغاية دلوقتي أهو الحمد لله. شوية طبعا الحاجات الإرهابية والحركات دي للأسف موجودة، لكن بشكل عام كل الناس أفضل. فيما يخص الناس اللي بتستشهد والله يرحمهم يا رب ويرحم الجميع دنيا واخره، لكن ما تنسوش ان ده مش معناه ان حد بيهرب من قدر. كل واحد مكتوب له هيموت امتى ايا كان شكل الموت، فبالتالي خلاص ده امر واقع في حياتنا لازم نقبله. لكن في النهايه الابراج كلها الحمد لله في تقدم احسن، والتغيرات اللي بتحصل بسبب الكواكب السيارة السريعة زي عطارد زي القمر والخسوف والكسوف، الحاجات دي اللي بتعمل أحداث. فالحدث ده هيخلي أصحاب برج الثور يغيروا مهنتهم. فينوس موجود برضو كان لغاية دلوقتي في بيته، عنده كوكبه عنده، فده مديله باور حلو ومديله كاريزما وجاذبية. السنجلز اللي هم مش متجوزين هيتشقوا كده وهيفكروا، بس مش غالبا مش هيحصل. هيفلطنوا يعني هيفلتروا هيفلطنوا ايه هيفلطنوا فالنتاين هو فالنتاين لا لسه بدري، بس هيفلطنوا يعني هيفلطنوا مش هيبقوا سناجل. لا بس مش هيحصل حاجه قويه، لان كوكب زحل مخليه عنده شيء من برود العواطف. مكان زحل مخليه شويه شكله بارد كده، مش متأجج المشاعر، عمل حاله كده سبريسنج على الضغط كده، مخليه عاقل شويه. مهما كان قابل شاف بيدور، بس موست بروبلي غالبا مش هيحصل جواز. الستات اصحاب برج الثور الخصوبه عاليه جدا. هيخلفوا اللي عايزين يخلفوا ان شاء الله ربنا يكرمهم. الخصوبه عاليه قوي، مكان القمر حلو بالنسبه لده. في ايه تاني؟ المريخ مكانه حلو جدا برضو في البيت الاول. كل ده احنا بنتكلم على الشهر ده والشهر الجاي. عطارد كوكب المال عنده هيتراجع من يوم 14 اللي فات ده لحد الشهر اللي جاي، واحنا اتعلمنا لما عطارد يتراجع ما ناخدش قرارات سريعه، ما نعملش، ما نبتديش مشروع، ما نبتديش اكشن، استنى لما يتعدل والدنيا تظبط. كل الشهر يبدو الصحه كويسه برضو، بس لازم نراقب خصوصا اللي عندهم كوليسترول وضغط واكل وليله دي، لان الهيصه واللمه والسعاده بتاكل، يعني لما بنبقى مع بعض بناكل اكتر، فلازم يراقب ده اكتر. الدنيا ظريفه قوي في الشهر الجاي بالنسبه لهم، نقله نفسيه، ولازم يركزوا في الشغل والبيت والاسره ويحصل اتزان نفسي، لأن المهنة بالنسبة لهم مهمة جدا. فالحتتين دول لازم نهتم بيهم. يعني لو حد زعلان من حد نصالح حد، لو حد بيفكر في الشغل لازم تفكر في الشيء أو تفكري في الشيء اللي يبهجك عشان تشتغليه صح. بس احنا كده قلنا كل حاجه برج الثور بالتفاصيل الممله جدا. يعني بيت المال قوي جدا من يوم 21 جاي لهم فلوس يبقوا يسلفونا بقى وشنا الصفات اللي لازم يجتنبها طبعا العند وصلابه الراس، الرغبه في الامتلاك والماديه. ساعات بيتحول الموضوع بقى يبقى مرضي بقى،
يعني يبقى عايز يمتلك كل حاجه، اشمعنى انا ما عنديش ده، يبقى عنده صراع الاجتماعي ده. سوري. بيتوافق مع العذراء والجدي اللي هم تربيين زيه، ما بيتوافقش مع الاسد والعقرب والدلو. عدم التوافق يعني صعب المعاشره، لان ده دور رتمه مختلف تماما عن رتمه. ده ترابي وده ناريين. ولا والعقرب مائي بس، والدلو هوائي. بس الفكره ان الريتم بتاع الثور بطيء، هو عقبال ما ياخد قرار يبقى بطيء، ولما ينفعل يبقى سريع. فالاثنين بيزعجوا. لا، واحد زي الاسد يزهق جدا، وواحد زي العقرب يتضايق قوي من الانفعال العنيف، والدلو كذلك. يعني ما من غير ما يفكر لازم يجتنب الحته دي، يبقى منفعل فيتصرف تصرف عصبي فيخرب الدنيا، يشد حاجه، يكسر حاجه، يزعق في حد فيبوظ الدنيا خالص. فهو لازم يخلي باله من الحاجات الصغيره دي. اللي بيدعمه في المهنه الدلو لما يجي يشتغل، اللي بيدعمه عاطفيا الاسد. يعني لو برج الثور ابوه او امه اسد او مراته اسد، هيختلف معاها في ايقاع الحياه، بس هيحس بالدفع العاطفي، الدعم العاطفي منها. الدعم المالي الجوزاء، الدعم للمشاريع الابداعيه اللي يخرج منه الابداع العذراء. او كمان بيدعم حالته المرحه، يبقى في حاله مرح العذراء. الامور الروحانيه الحمل والجدي. احلى يوم بالنسبه له يوم الجمعه. والله ليه؟ عشان بيرحرح فيه؟ احتمال. لا انتوا مرحرحين قوي. اكتر يوم عاجبكم يوم الاجازه، يوم الجمعه عشان قاعدين في البيت. انتوا حاجه صعبه قوي يا بتوع برج الثور. انتوا هننام اخيرا. هم بيحبوا الاكل قوي كمان، بيحبوا الاكل الدسم والاكل، عشان كده لازم نقول لهم يخلوا بالهم قوي من الزياده في الكوليسترول والضغط العالي والقصه دي. بيحبوا الحياه الطبيعيه قوي برضو، وبيحبوا يزرعوا. يعني لو يمكن هم مش مكتشفين نفسهم، بس الطبيعه بتريحهم والهدوء بيريحهم. ورغم ان هم ممكن يبقوا عشريين وعندهم صحاب كتير ودمهم خفيف وبيلموا الناس حواليهم بس، ويتبسطوا قوي بالحياه دي، بس بعد شويه هيكتشفوا، هم الشباب لسه ما اكتشفوش، كل ما يكبروا يكتشفوا ان صحتهم وذهنهم بيبقى اكثر احسن واكثر نقاء مع الطبيعه، مع الزرع. لو زرع هيزرع حلو، لو ابدع هيبدا حاجه اكتشفها في نفسه كابداع، كتابه، فن، موسيقى. الموسيقى بتلعب في دماغه جامد قوي، لان هو كوكبه الحاكم الزهره، والزهره ده كوكب الحب، يعني فينوس رومانسي. هو بقى مش رومانسي، يعني نقله بقى للعواطف. هو ما يعرفش، هو حساس بس مش رومانسي. بس في فرق بين الحساسيه والرومانسيه. للاسف هو حساس جدا، وممكن يبدو رخم او يبدو غتت او يبدو ثقيل، لكن هو من جوه حساس قوي، بيخلي باله من، يعني بيتوجع. وبعدين ما بيبانش ده عليه خالص. الناس فاكراه بقى برج الثور وعنيف وعادي وبول يعني في طريقه كلامه، لكنه حساس جدا، ولازم يتعلم اللي يرضاه على نفسه يرضاه على غيره، لان هو سنسيتيف، فباقي الناس سنسيتيف برضه. ولازم اللي معاشره، اللي هتتجوز او اللي متجوزه برج الثور، مش هتنتظر، ما تنتظرش منه حركات رومانسيه. يعني ما اعرفش هو يقول الكلام الحلو، مش بتاع مناظر، لا خالص، ولا يجيب ورد بقى ولا الحركات دي، لا خالص. هو عملي، امرأة الثور برضه عمليه. مين شخصيته اصعب، الست ولا الراجل في برج الثور؟ الراجل. والله. الست عندها ست عمليه قوي، عندها فيما يخص اختصاصاتها. طبعا لو جرت على حق ليها هتعند يعني، لكن في النهايه اهم حاجه بالنسبه لها ان عيالها وعائلتها وعيالها وبيتها الدنيا تبقى متظبطه. فما عندهاش بتحب تظبط بيتها كويس قوي، لان هو بيحب الجمال برضه. زهره فينس مقصره، فالبيت يبقى حلو، الاكل يبقى حلو، العيال تبقى متظبطه، الشغل برضه تقدر تنجح فيه. بس لازم اختيارهم هما الاثنين للشغل يبقى حاجه بيحبوها، عشان ما يبقوش مضلمين طول الوقت. لازم يحترموا مزاجهم، فيقعدوا مع نفسهم ويتخيلوا نفسهم عايزين ايه. لان لو اشتغلوا لمجرد الشغل عشان يجيب فلوس، دي هتعمل لهم ضغط نفسي، تعمل بقى ضغط وكوليسترول مع اللونج ران، يعني مع الايام. طبعا
هما بيفضلوا يشتغلوا مع ناس بتعمل استراتيجيات. هو بينفذ كويس قوي وبيفكر كويس قوي وبيخطط لقدام كويس قوي، بيدير اموال كويس قوي، بس محتاج حد يبقى في ظله. اوكي. يعني قول لون لوحده كده بيحب يعني سنه كده، مش دايما، يمكن في اوائل العمر بعد النضوج اوكي. الايم النجاح عشان الفلوس، رغم ان احنا قلنا في اول السنه ان برج الثور هيختلف عشان مكان نبتون في بيته ال 12، فهيخليه يفكر شويه، لا انا لازم اشتغل الشغل اللي يبقى مفيد للناس، مش مهم يجيب فلوس قد ايه، بس اللي احس بيه بقيمتي واحس بيه بمكانتي، واللي احس ان انا بأضيف للبشريه شيء ما. هو احنا قلنا الفتره اللي فاتت كويسه بالنسبه له، من السنه اللي قبل اللي فاتت كان جاي له فلوس والدنيا حصل فيها انفراجه قويه. كان في خسوف يوم 4 في الشهر ده عمل عنده اصحاب برج الثور بالذات بعض المشاكل بسبب الخسوف ده، عمل احداث دراميه في اطار الشغل. فمعنى كده ان هو ممكن يغير شغله، او ممكن يغير موظفينه لو كان اونر يعني او مانجر، وممكن يغير كاريره. فالفترة دي عنده شوية اختلافات في مجال الشغل. مكان الزهرة كويس، فعنده شوية والشمس هتدخل بيته خلاص، فهيبقى عنده شوية كاريزما وحركات كده، فخلي باله. هيتأثروا ب 11 أغسطس ولا ب 14 أغسطس؟ هيتأثروا. هو ايه اللي هيحصل فين؟ كوكب معلش سوري انا عندي برد. كلنا عندنا برد معلش. تغيير الجو كان صعب قوي. قوي. الكوكب اللي هيحصل في 11 أغسطس ان كوكب المشتري اللي هو جوبيتر هيدخل العذراء عند سعادتك. اهلا بيكم يا جماعه، ده احنا هنعمل فيكم عمايل. فالتغيير كوكب المشتري ده كوكب كبير قوي، وهيغير الزوايا مع بقيه الكواكب بسببنا، بسبب الكوكب ده. ما انت لو جيت شلت الترابيزه دي حطيتها عند الناحيه رجعنا لكم مرة تانية على الهوا، عشان الفقرة اللي فاتت كانت فقرة معادة، كنت لابس لبس غير اللبس ودقن غير الدقن، واحد تاني خالص، ونضارة غير النضارة، وكله مختلف. ومرة تانية كده خلينا نرحب بالناشرة وخبيرة الأبراج هالة عمر اللي مشرفانا ومنورانا. هلو، ازيك يا لولو؟ ازيك حبيبي؟ كلتي فسيخ؟ كده احلى دقنك كده كتير. طب والله؟ ايوه رباكي جان، انا كنت حاسة ان انت جوه الدقن يعني. مش والد ايه؟ كلت فسيخ، كلت رنجة. ايوه، وبصل طبعا. أيوة. بصل اخضر. بصل اخضر قوي. تنزل بصل اخضر كان حلو بشكل. حلو وكان حراق وبيطلع منها خشيش. ايوه. طيب. ومفيد جدا. الناس لو تعرف قيمه بصي، اي حاجه الفراعنه كانوا بياكلوها هي مفيده. الناس دولت ما بيهزروش. انا ابتديت اخد توميه على الريق كل يوم. والله؟ انا نفسي اعمل القصه دي. ما بقول لك ان في حاجه، وانا عندي اساسا القولون ولا بحس. بس ما بتعملكيش حموضه؟ ولا لا، بتاخدها كامله. انا عارف. اما بتبلعيها تومه صغيره زي لما تبقى كبيره بقى مدبلكها كده، بقسمها 2 وبميه تك زي الحبايه وخلاص. بس مفيش اي خالص الحمد لله، مع ان انا معدتي حساسه جدا. ولا بتطلع ريحه خالص. اوكي خالص. هجرب اعملها بكره. بس عارفه لو طلعت ريحه على الضيوف؟ لا تطلع ريحه من البق ولا ايه؟ مش لا خالص. طلع ريحه منين؟ عملت السوات يعني العرق. لا ريحه دي انت لما بتمضخها تعمل ريحه في السنان. انا مش همضخها اكيد. لا انت بتبلعها زي الحبايه. وطبعا العرق لو كده المفروض الناس تستحمى بقى يعني. طب نستحمى يا اختي، ما فيش فايده. لا استعمل جدرة. بالذات مع اكل البسطرمه في الصيف. لا انا ما باكلش بسطرمه دي ابدا. والله انا بموت فيها. يعني مره في السنه لما نفسي تهفني على بيض بالبسطرمه، بس لا بسطرمه ولا لانشون ولا الكلام ده كله. ما هو انت ماشيه على الحاجات الصحيه. هلا صح. انا شغاله، انا حفيدي دودو مسميني المخرج بيقول لي المخرج بقى بيزعق وبيقول لي ما نبتدي بقى وكده، عشان كل سنه وانت راقي. انا قاعد النهارده واستاذه هاله قاعده وقاعدين مبسوطين وبنتكلم براحتنا. هاله ايه الاخبار تاني؟ فاين زي الفل، كل حاجه زي الفل الحمد لله. تعالي بقى احنا ان شاء الله الامور تبقى حلوه. احنا هنتكلم على برج الثور، ونبتدي من 21/4 ل 21/5، وده كوكبه الزهره، هو ترابي، وكوكب
الكوكب بتاعه اللي احنا المفروض نقول الكواكب بتاعتهم، رأي عمل لي ديستراكشن. شفتي؟ يعني خوفنا كده. ايوه يا مخرج، ايوه يا مخرج. كوكب الحاكم بتاعه الزهرة، وكوكب المهنة أورانوس، وكوكب الحب بلوتو، وكوكب المال عطارد، وكوكب الصحة والعمل الزهرة تاني، كوكب البيت والحياة الأسرية الشمس، وكوكب الروحانيات المريخ، وكوكب السفر والتعلم والدين والفلسفة زحل. والألوان بتاعته ألوان الأرض، الأخضر والأصفر والبرتقاني. ألوان بتدعم الحب والرومانسية والتناغم الاجتماعي، يعني لما يلبسها يبقى عنده الطاقة دي. الأحمر والبنفسجي اللي هو الفايولات يعني. ألوان تدعم قدرات الامتلاك، لما يبقى رايح شغل بقى هيكسب فيه يلبس أصفر أو برتقاني. لا دقيقة واحدة، لما يبقى رايح شغل يلبس إيه؟ أما يبقى ألوان بتدعم قدرات الامتلاك. إيه ده؟ أول مرة نقولها في الحلقة دي. لا بقولها في كل برج. نو والله والله يعني لا بيان سور. لازم اقولها في كل مره. طيب. الوان بتدعم قدرات الامتلاك، الاصفر والبرتقاني. الاحجار الزمرد والمرجان. المعدن النحاس. الروائح الداعمه نفسيا اللي تعمل فريشمان كده، الفانيليا واللوز المر، ريحه اللوز والورد والبنفسج. وبس يا سيدي. ايه السر اللي عندي في برج الثور؟ خلقه، هنقول خلقه ربنا. كل برج له صفه محدده. ما هو كل برج ليه صفه منيله بنيله. لا يعني ليه عيب او صفه مميزه بيه، يعني يتحدد بيه. ومع النضوج مش بيقل، بيقلم. يعني مثلا الحمل الاندفاع، الثور العند، الجوزاء عدم التركيز والطناش وكده، السرطان المزاجية العنيفة، الأسد الغرور والأنا، أوكي، العذراء النقد اللاذع، دايما عينه على الحاجة النيجاتيف، مع إن ممكن يبقى كل حاجة حلوة إلا دي، كبر دماغك بقى. لا، مع الوقت الواحد يعني بيراجع نفسه طبعا، اللي ربنا كاتب له ينور بصيرته كده ويراقب حاله، هيكتشف انه بيخسر ناس وبيخسر مواقف، والموضوع مش قوي كده، فمع الوقت بس انا بنقد، ما انا برج الازرق بنقد بس ما بزعلش حد. ده مؤخرا اكيد وانت صغير كان نقدك عنيف. عمري ما ازعل حد. طب خلاص يبقى ربنا راضي عنك، يعني دي صفات اصلها خلقه. والبيئه بتفرق برضه يا شريف، البيئه والتربيه بتفرق. يعني ممكن انقد بطريقه دبلوماسيه فما ازعلش، عشان كان في بيت مربي عيب كده، ما يصحش، ما تجرحش حد. الاخلاق بتقلم العيب، حتى لما بيبقى موجود ما بيبقاش وحش. امي وابويا هيفرحوا بالكلمتين دول. لا الحقيقه التربيه مهمه قوي، التربيه مهمه قوي. مهما قلنا من صفات حلوه، الحلاوه ما بتبقاش حلوه حتى بالعشوائيه. صحيح. يعني لازم في تربيه. الثور ايه تاني؟ أكثر الصفات المطلوبة للاتزان بالنسبة لبرج الثور، عشان يبقى شخصيته متكاملة ومتزن، لازم حاجة اسمها المرونة، وهي عكس العند. أوكي. أكثر الأمور احتياجا، هو يعني يبقى ساتيسفايد قوي ومبسوط قوي بنفسه لما يلاقي نفسه غني ومرتاح. هو كسول، يعني من الصفات اللي لازم كمان بيحب الكسل، يعني بيحب يرحرح كده، يرحرح ازاي والدنيا تبقى فخيمه كده وفلوس تبقى كتيره. فالحاجات دي الحياه الماليه اللي هو بيحبها، الرخاء والرفاهيه مهمين بالنسبه له، يبقى مبسوط قوي. والضغط ده يعني اكتر حاجه فعلا هو وراها ان هو يبقى عنده حياه مريحه وفيها ثراء ورفاهيه، وافترت وراها، فلما بتقل بيكركب ونفسيته تبوظ.